نبدأ بالإنجليزي. وفي الدقيقة 64 أرسنال بيفقد 3 نقط مهمين جدا بهدف من نيوكاسل في حالة عهر تحكيمي. جون ليه بدل السبب 3 و4 عشان يتلغي، إنما برضه لجنة التحكيم والفار ليهم رأي تاني. وب5 أسيستات لجيريمي دوكو المان سيتي بيكسب 6-1 على بورموث. ويا بخت اللي عنده دوكو. و90% من لعيبة الفانتسي خدوا دش ساقع على دماغهم اللي مكابتنين هالاند وخرج للإصابة في الهاف تايم. بس جوارديولا قال ان هي مشكله بسيطه في كعب رجله وهيرجع في مباراه الشامبيونز ليج او ماتش الدوري الجاي امام تشيلسي. وفي البلاس 90 برونو فرنانديز بمجهود فردي يمين في شمال يعدل الكره يشوط تاخد ايد برنلين وتخش. وبعد اداء غير مقنع بالمره يونايتد ياخد المهم 3 نقط من فولهام في ارض فولهام وطوق نجاه لإيريك تين هاج. وفي حاجه تانية ما كانتش متوقعه، ليفربول بيفضل خسران لحد الدقيقه 90 من لوتون تاون، وفي الاخر لويس دياز اللي كان بره الملاعب بسبب قصه ابوه اللي مخطوف بينزل في الدقيقه 85 ويتعادل لليفربول في الدقيقه 95. وصلاح ما بيعملش حاجه. في الدوري المصري الاهلي وفي اول ماتش ليه بعد الخساره في الدوري الافريقي بيقدر انه يفوز على المقاولين 2-1 بهدفين لطاهر محمد طاهر ومحمد هاني. وللمره الثانيه على التوالي الزمالك بيخسر في الدوري من زاد بنتيجه 2-1 بعد ما كان متقدم في اللقاء بهدف من جزيري. بس الاهم اللي يخص نادي الزمالك هو اللي حصل بره الملعب، اقاله اوسوريو وجهازه الفني ووقف فتوح وصبحي والزناري بعد ما سابوا معسكر التدريب ليله مباراه زاد بدون اذن، وعرضهم للبيع جميعا، ورسالة ضبط وإحلال وتغيير قوية وصريحة من مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد. والأسئلة اللي بتطرح نفسها بخصوص فتوح تحديدا، هل كده هو خلاص في الأهلي؟ وهل إيقافه ده هيأثر على فرصه مع المنتخب واللعب في أفريقيا؟ هنستنى ونشوف. ونروح سريعا على لقاء القمه في المانيا، وبروسيا دورتموند على ارضه بينخ تماما قدام بايرن ميونخ اللي بيكسبوا 4-0 بهاتريك لهاري كين. وباير ليفركوزن بيقدر انه يكسب هوفنهايم في ماتش كان مولع 3-2. في الاسباني بعد استحواذ كبير من ريال سوسيداد طول احداث المباراه، برشلونه بيكسب في الانفاس الاخيره 1-0 بهدف من اراوخو. وجيرونا لسه مكمل ومستمر في الابهار وبيكسب اوساسونا 4-2 بعد ما كان خسران 2-1 لحد الدقيقه 70. شكله ناوي على عمله السنه دي. والناحيه الثانيه الريال بيقع بتعادل 0-0 مع رايو فايكانو، وبكده جيرونا بيربع على قمة الدوري لوحده ويجي ورا مدريد وبعده برشلونة. وفي نهائي الكوبا ليبرتادوريس وبعد التعادل 1-1 بين فلومينينزي وبوكا جونيورز نخش في الوقت الإضافي وهدف من جون جينيدي يجيب البطولة لفلومينينزي وبيطرد بعدها. اما في الذهاب نهائي دوري الافريقي الوداد بيفوز 2-1 على سان داونز في المغرب ويحط رجل على الكاس، بس لسه ماتش جنوب افريقيا هيبقى فيه كلام كبير. اما في السعودي كريستيانو بيحط هدف من بتوع زمان، واحده لطشه من بره ال 18 ويتالق كالعاده في ماتش بيكسبوه 2-0 على نادي الخليج. وزي ما احنا شايفين لقطه للتاريخ في هذه المباراه فيها واحد من اعظم لاعبي تاريخ كره القدم وجنبه كريستيانو رونالدو في ماتش الهلال والفتح. وبعد استحواذ من نادي الفتح بيقدر الهلال يفوز بهدف عن طريق متروفيتش كالعاده ومعاه هدف تاني من سالم الدوسري. اما بقياده محرز الاهلي السعودي بيفوز بثلاثيه نظيفه على نادي الرياض. والاتحاد بقياده الحكومه بنزيما بيخسر 1-0 من الشباب وعمال يبعد قوي الاتحاد بسلسله من النتائج اللي مش لطيفه. ونروح على الايطالي نلاقي نابولي بيكمل في التألق وبيفوز على ساليرنيتانا 2-0. اما انتر المتصدر حاليا وفي ماتشه مع نادي اتلانتا بيفوز 2-1 رغم انه ما مسكش كوره كتير والاستحواذ في المباراه كان لصالح اتلانتا. وميلان بيخسر 1-0 في مواجهته مع اودونيزي بهدف ضربه جزاء للاعب روبرتو بيريرا. واليوفي من الدقيقه ال10 في المباراه بيحط الهدف الوحيد ويحافظ عليه ويكسب فيورنتينا 1-0. اما في الفرنسي فالباريسي بقياده مبابي وحكيمي بيفوز بنتيجه 3-0 على مونبلييه. جدير بالذكر ان النهارده ختام الدوري الانجليزي في مباراه قمه ما بين توتنهام وتشيلسي، فهل يخسر توتنهام للمره الاولى الموسم ده الاسبوع ده ولا لسه هيفضل صامد قدام مدربه القديم ماوريسيو بوكيتينو؟ وجدير بالذكر ان بكره وبعده ليالي الابطال راجعه وجوله ولا اسخن في جميع المجموعات، الجوله الرابعه اللي هي بطبيعه الحال بتكون الامتع والاسخن في كل الجولات. تقول لي ليه يا ابو العز؟
اقول لك لان اولا كل الفرق بتكون لعبت بعض، وده بيبقى تاني لقاء ما بين الفرق وبعضها. تاني حاجه بيكون مفيش فرقه خرجت ولا فقدت الامل تماما انها تتاهل، فكله لسه بيصارع وكله لسه بيكافح. والفرق الكبيره بتكون فارق لها انها تكسب في الجوله دي عشان تقرب من حسم التاهل قبل الجوله الخامسه او السادسه. فاحنا على اعتاب مواجهات ناريه بكره وبعده، وبعدها هنتكلم فيها ونلخصها مع بعض ونتناقش في كل حاجه. كان معكم الكابتن عزيز وملخص الكروي الاسبوعي، واشوفكم دايما على خير. سلام.